كميا تبكي الرئيس بصراحة يا وانا لواكو زهقين وانا لواكو صبرين وانا لواكو. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكتف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. وانا لواكو صبرين وانا لواكو زهقين وانا لواكو. أول موسى أبس مرام ما كنت برعاد أول موسى أنك تلس بلد جمعات أول موسى بيت موس لنا فتاحات أول موسى جبت ونا جقال ورعاد جبت ونا يحواس ورعاد جبت ونا جقال ورعاد جبت ونا يحواس ورعاد. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين الأول من إبريل 2019 النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار وهذه عناوينها. النظام القمعي الإريتري يتعقب تهريب عملته النقفة إلى خارج البلاد. قرقاش بن زايد له دور كبير في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا. الأمين العام لجبهة التغيير الإريتري يعدد جرائم نظام أفورقي. كانت هذه عناوين النشرة وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. قال مصدر مطلع لوكالة زاجل الإريترية للأنباء زينة إن النظام الإريتري يلاحق التجار الإريتريين في معابر الحدود إلى إثيوبيا ويقوم بمنعهم من اصطحاب العملة الإريترية النقفة وعبورها إلى إثيوبيا. وأضاف المصدر إن هناك إجراءات تفتيش مشددة يقوم بها النظام في المعابر للأشخاص والأمتعة ووسائل النقل بهدف منع هجرة العملة. وأكد المصدر نقلا عن تجار إريتريين إنهم كانوا يقومون بشراء سلع تجارية من إثيوبيا مقابل العملة الوطنية الإريترية النقفة، وشكى التجار من تضييق النظام عليهم مقابل تسهيلات كبيرة يمنحها النظام الإريتري لصالح التجار الإثيوبيين، حيث يسمح لهم بعبور الحدود إلى إريتريا دون تفتيش أو ملاحقة ما بحوزتهم من عملة إريترية أو إثيوبية، الأمر الذي يجبر المواطنين الإريتريين للتعامل بطرق التهريب التي تنمو في ظل انعدام الطرق الرسمية المشروعة لمزاولة العمل التجاري في الاستيراد والتصدير. من جهة أخرى تحدث مصدر موثوق إن معبر حمراء أم حجر يشهد حركة تجارية نشطة يقوم بها الإثيوبيون إلى إريتريا. وأكد شهود عيان لزينة إن شاحنات إثيوبية محملة بالسلع تعبر بصورة شبه يومية إلى إريتريا مستفيدة من التسهيلات التي يمنحها إياه النظام الإريتري. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في منتصف مارس 2019 إنه تشرف بحضور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
لفخامة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كثافة الزيارات العالية المستوى انعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها. وقال غرغاش: عاصمتنا أبو ظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز. وأضاف في تغريدات عبر التويتر: رصدها المشهد العربي الموقع السياسي للدول انعكاس لمصداقية قيادتها وسجلها التنموي وعلاقاتها في محيطها وخارجه، والإمارات من خلال قيادتها الواعية واقتصادها القوي والمتنوع ومساهماتها في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي تبرز كالشريك الصادق الذي يعول عليه. وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور غرغاش: ويحسب للشيخ محمد بن زايد دوره في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم. هذا الدور الإيجابي لسموه لمسته في طبيعة لقائه الأخوي والودي مع فخامة أبي أحمد. قال آدم حاج موسى الأمين العام لجبهة التغيير الإريترية عن أبرز المشكلات التي أحدثها النظام الإريتري خلال فترة حكمه للبلاد، خاصة ما زعزع منها السلم في إريتريا أو الإقليم. وعدد موسى المشكلات ومنها تقسيم الشعب إلى مجموعات لغوية، مانيفستو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لإنفاذ أهدافه من خلالها، واستهداف المكونات الاجتماعية والثقافية الضاربة في الجذور من خلال إثارة التناقضات والفتن لطمس الهوية الوطنية الإريترية. وأوضح موسى للمواطن المصري إن النظام الإريتري قام بالتخابر والتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل وتحويل أهداف الثورة الإريترية إلى خدمة أهداف الحرب الأمريكية ضد المد الشيوعي في إثيوبيا والقرن الإفريقي، وتصفية جبهة التحرير الإريترية لأنها بحسب التوجيهات لأفورقي كانت جزءا من المنظومة الشيوعية في المنطقة بحسب المعلومات والتقارير الأمريكية بعد زيارة قيادتها لموسكو وتقديم أنفسهم كحزب شيوعي هناك في توقيت قاتل، مما دعا الأمريكيين التخلص منها مبكرا. وبين موسى إنه حدث تصفية القيادات المؤثرة الرئيسية داخل الجبهة الشعبية وخارجها، والتي كشفت لها حقيقة أهداف العصابة مثل إبراهيم عافا وسلمون ولد مريم ومحمود حسب وآخرون. وأردف موسى النظام قام بزرع وتدريب عناصر في خلايا سرية داخل تنظيم الجبهة الشعبية مكونة من جماعة عرقية معينة تم تشبيعها بالحقد والكراهية ضد الوطنيين الإريتريين بصفة عامة وضد مكونات اجتماعية بعينها، وموجه ضد الإسلام والمسلمين بصفة خاصة لممارسة القتل بالتصفية الجسدية المباشرة ومن خلال الإخفاء القسري في بيوت الأشباح. وأشار موسى إلى أن تنفيذ أعمال القتل والتصفية الجسدية والإخفاء القسري بحق المئات من الرموز الوطنية والاجتماعية والدينية والسياسية والآلاف من الأبرياء والمواطنين العزل في طول البلاد وعرضها، وافتعال حروب عبثية وقتل آلاف الشباب فيها وتشريد عشرات الآلاف إلى خارج البلاد بعد أن أصبحوا صخرة في مشاريع قاتلة. ونبه موسى إلى قيام النظام الإريتري بنهب ثروات وممتلكات الدولة والشعب والعبث بموارد الدولة المادية والبشرية والتكسب من ورائها لأغراض شخصية وخاصة وتوطين أجانب وتوزيع أراضي الشعب عليهم لبناء مستوطنات في كل الأقاليم الإريترية وبخاصة في إقليم سمهر وبركة والقاش في أكبر عملية تغيير ديمقراطي تشهدها البلاد. واستكمل آدم حاج موسى الأمين العام لجبهة التغيير الإريترية إن النظام الإريتري يقوم بإدارة شبكات تجارة البشر بحق الشباب الإريتري الهاربين من المشاريع القاتلة من خلال تكوين شبكات إجرامية وإدارتها في دول الجوار الإريتري لإبعاد هؤلاء الشبان من المحيط الإريتري حتى لا تتم إعادة تنظيمهم وقيادة التغيير في البلاد. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. la
شايب مطاقل الهدايا وحر درقي مطاقل الرعيا وحر الشباب فقرة قلت اهدايا انتهت بس حبيبة من ايديا السناير راية عدنا حز وعمارة ناس حبنا تشفر لبوس عارة تدوق خلت عدنا الحموم سارة طار بكيت عجز صلفة وحارة السنايرين والتالين أكابر عجيب حافنا ما يا وحدايا من فادنا قرب كل ملكنا أطواينا من كل أبرادي تقوم لحبرو السنة السنايرين والتالين تالينا أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون تقريرا أعدته صفاء عزب تحت عنوان حقوق الإنسان في إريتريا. تعرضت مؤسسة الأمم المتحدة مؤخرا لانتقادات واسعة حينما أتاحت العضوية بمجلس حقوق الإنسان التابع لها لدولة إريتريا، حيث اعتبر المعارضون هذا الأمر صادما لمن كانوا يتوقعون أن يتم استدعاء الدولة الأفريقية المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان للتحقيق معها بدلا من مكافأتها بمنحها هذه العضوية. ووصف لوي شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومان رايتس واتش في تعليق له على تويتر التصويت بشأن منح هذه العضوية لدول منها إريتريا بأنه مهزلة. رغم ذلك فإن المدافعين عن دخول إريتريا لمجلس حقوق الإنسان يؤكدون أهمية هذه الخطوة في وضع إريتريا في دائرة الضوء والمراقبة وعدم تمكينها من التهرب من أي اتهامات حقوقية في حال ثبوتها. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت اختيار 18 دولة منتخبة حديثا لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضمت دولا مثيرة للجدل فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان منها الكاميرون وإريتريا، وذلك ضمن الكوتا المقررة لإفريقيا والتي تصل إلى 13 عضوا من 47 عضوا هم أعضاء المجلس. وعلى الرغم من التطورات الكبيرة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي وتلقي بظلالها على الأوضاع في إريتريا والتغييرات الإيجابية في علاقة المجتمع الدولي بدولة إريتريا، خاصة بعد رفع الحظر الدولي عنها بالتزامن مع توقيعها اتفاق السلام مع إثيوبيا، إلا أن ملف حقوق الإنسان يظل من الملفات المعلقة والشائكة بالنسبة للنظام الإريتري. ولا زالت الانتقادات مستمرة بشأن معاناة الشعب الإريتري من بعض الممارسات المتناقضة مع حقوق الإنسان، والتي لا تقتصر فقط على التجنيد الإلزامي والممتد لفترات قد تصل ل20 سنة، وإنما يمتد ليشمل بعض الأمور المتعلقة بالقبض والاحتجاز بصورة تعسفية وتقييد حرية الرأي والاعتقاد، إلى جانب فرض قيود مشددة على حق السفر والمغادرة. وكشفت أحداث تقرير دولي لعام 2017 و2018 صادر عن منظمة العفو الدولية عن وجود صور متعددة لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وشملت هذه الصور احتجاز الآلاف من سجناء الرأي. وأشار التقرير الدولي إلى استمرار النظام في تطبيق الخدمة الوطنية الإلزامية لتظل أعداد كبيرة من المجندين قيد التجنيد الإجباري المفتوح حتى فترة تصل ل20 عاما من التجنيد. كما لا يميز هذا النظام بين الأطفال والشباب، حيث يتم تجنيد البعض قبل بلوغهم السن القانونية، ولم يشفع كبر السن لدى الشيوخ لاستثنائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث تم تجنيد الرجال الذين يبلغون من العمر 67 عاما.
فيما يسمى جيش الشعب، وإلا يتم احتجازهم أو فرض غرامات وأشغال شاقة عليهم، وذلك بحسب ما أورده تقرير منظمة العفو الدولية. وفي خضم هذه الظروف السيئة تشتد المعاناة بالنسبة للنساء في إريتريا، حيث يواجهن ظروفا شديدة القسوة ويتعرضن لانتهاكات بشعة، إضافة إلى تجنيدهن قسريا مما يدفعهن للفرار مع آلاف الفارين عبر الحدود، وهو ما يعرضهم لمزيد من الظروف السيئة التي تهدد حياتهم أثناء عبورهم للحدود. وفي ظل تقييد السفر وفرض الرقابة المشددة على مغادرة إريتريا للأشخاص ما بين سن الشباب إلى 55 عاما، فإن الفشل في أي محاولة للعبور الحدود للخارج يعني التعرض للمزيد من المضايقات والخضوع للاحتجاز التعسفي، ويأتي ذلك على الرغم من التوصيات المتكررة من المجتمع والنداءات الكثيرة من المعنيين بحقوق الإنسان في العالم للنظام في إريتريا بتحسين أوضاع الشعب الإريتري. وقد أشار تقرير لليونيسيف إلى ازدياد معدلات سوء التغذية وانتشار أمراضها في معظم نواحي إريتريا بسبب تردي الأوضاع والتضرر من الجفاف وعدم كفاية المياه والمواد الأساسية، وهو ما يسهم في تضاعف أعباء الحرمان من الحقوق الإنسانية التي أشار إليها تقرير منظمة العفو الدولية. وهو ليس التقرير الوحيد الذي بنيت عليه مبررات المعترضين على عضوية إريتريا بمجلس حقوق الإنسان، حيث سبقته تقارير متتابعة على مدار العقد الحالي تندد بالممارسات السيئة للنظام والانتهاكات القاسية بكل أشكالها لحقوق الإنسان. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت منذ 5 أعوام إن ما يقرب 10,000 مواطن إريتري قد تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ استقلال إريتريا عام 93 و900,000، بينما أصدر الاتحاد الأوروبي عدة تقارير عن ملاحظاته لأوضاع الإريتريين وحقوق الإنسان هناك. وأشارت هذه التقارير إلى حدوث اعتقالات كبيرة بحق أعضاء في البرلمان الإريتري من المنتمين إلى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، بالإضافة إلى توجيه تهم انتقاد النظام لكتاب إريتريين بارزين. وقد طالب الاتحاد الأوروبي النظام في إريتريا باحترام حرية التعبير وعدم اضطهاد المعارضين والإفراج عن المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب والإيذاء الذي أودى بحياة عدد كبير منهم. وبناء على ما أوردته تلك التقارير الدولية والأممية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، أعرب المعارضون لعضوية إريتريا في مجلس حقوق الإنسان عن تخوفهم من أن يتم استغلال هذه العضوية من قبل النظام محل الاتهام للتشويش والتغطية على أخطائه وممارساته التي ينتقدها المجتمع الدولي. إلا أن واقع الأمر أن هذه الخطوة تعد من الأمور التي يمكن استغلالها إيجابيا للضغط على النظام الإريتري لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل يجنبه التعرض للحرج أمام المجلس الذي ينتمي لعضويته ويراقبه عن قرب. كما أن موافقة إريتريا على إنهاء الخصومة العتيقة مع جارتها المقربة إثيوبيا وتوقيع اتفاق السلام لعبت دورها الإيجابي في تحقيق مكاسب سياسية، كان أولها إنهاء الحظر الذي كان مفروضا عليها، وهو ما يشجعها على اتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية. كما نجحت إريتريا في استعادة الانفتاح على العالم والتواصل مع الكيانات الدولية المختلفة، وهو ما تمثل في الزيارات التي أجراها ممثلون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت زيارة مفوض التعاون الدولي والتنمية في الاتحاد الأوروبي وزيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي لأول مرة منذ 14 سنة. ومن المنتظر أن تجني إريتريا ثمارا عديدة من هذه الزيارات وتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى بدأتها بذلك المشروع الكبير الذي تموله أوروبا بقيمة 20 مليون يورو لإعادة بناء الطريق الرابط بين الحدود الإثيوبية والموانئ الإريترية.
وهنا تأتي أهمية الموقف الدولي ومواقف الدول والكيانات الدولية التي أبدت استعدادا للتعاون مع إريتريا، وذلك من خلال ضرورة الربط بين هذه المكاسب من جانب وبين الامتثال للمناشدات الدولية والرضوخ للقوانين المعنية بحقوق الإنسان، حتى لا يتحول الأمر إلى مكافأة بلا مقابل لنظام متهم بانتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان. وعلى الجانب الإريتري فإن الفرصة الذهبية السانحة لتعظيم مكاسبها من خلال تحقيق المصداقية أمام العالم بالرجوع عن الممارسات الباطشة والطاردة للإريتريين ومراجعة كل الأساليب القمعية التي تتعارض مع حقوق الإنسان. بدي شايب مطاق الهدايا وحريت درقي مطاق الرأيا وحريت الشباب فقرة قلت اهدايا انتهت بس حبيبة من ايديا الصناير راية عدنا نحز وعمارة ناس حبنا تشفر لبوس عارة تدوق خلت عدنا لحموم سارة تارت بكيت عجز صلفة وحارة الصنايرين والتالين أكابر عجائب حافنا ما يوحد أيام الفادنا قرب كل ملكنا أطواينا من كل أفرادي تقوم لحبرو السنة الصنايرين والتالين تالينا لينا لينا تالينا لينا لينا الصنايرين والتالين مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. بحري كبرتي من ستنا وفقري لكم كنا
بتحنا بسري ذكرات فتحي تايا قلب العو شوي تقلكم سو شما 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 عتيب قاكبو شما شما قرنا لسيو شما شما أبزي السنة توعي شما شما تبين عالبه شما شما أمرت له ملعي شمرت عالبه شمرت عالبه أمرت له ملعي شما 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 عالبه شما شما أمرت له ملعي شما 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 عالبه شما شما أمرت له ملعي شما شما